ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض شوكليت شيبس. حلو جدا. ممكن نستخدمه مكان الشوكولاته الفرماسيل، وممكن كمان مكان اي حاجه نزوق بيها البيتي فور مثلا من بره، او اللانكشاير. الربع كيلو بره بيتباع غالي جدا، احنا اوفر اللي احنا نعمله بايدينا في البيت. يلا بينا نشوف احنا هنعمله ازاي مع بعض. انا عندي هنا ربع كيلو شوكولاته خام. انا هسيحها على حمام مائي. انا هنا سيحت الشوكولاته على حمام مائي. اهم حاجه الطبق او الكسروله اللي انا هعمل فيها ما يكونش فيها اي ميه خالص، وكمان المعلقه ما يكونش فيها اي نوع ميه خالص. والميه ما تلمس معانا الطبق او الكسروله. شايفين الشوكولاته هنا سايله معانا اهي. احنا عايزين كثافتها بالشكل دوت. انا هنا عندي قرطاس، انا عملته من ورق الزبده. وطرف القرطاس انا عملت له سولوتيب، حطيت له سولوتيب عشان ما يفكش مني. احنا نقدر كمان لو ما عندناش ورقة زبدة نستعمل كيس التلاجة او كيس الاكل العادي خالص. ونحط فيه الشوكولاتة اللي احنا ذوبناها او سيحناها على النار. ونفتح فتحة كده صغيرة خالص، باي دبوس او باي مقص، بس يا ريت الفتحة تكون صغيرة جدا، لان احنا هنعمل زي نقط كده بالشوكولاتة. هي دي الشوكولاتة الشيبس اللي احنا عايزينها. احنا عايزينه بحجم العدس بجبة كده او اصغر كمان من العدس. تمام. انا عندي هنا ورقة زبدة انا فرداها عشان اعمل عليها النقط بالشكل دوت كده. كده تمام. لو ما عندكيش ورقة زبدة تقدري تفردي كيس، اي كيس بلاستيك، وتعملي عليها الشكل ده. انا عملت نقط بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. شايفين النقط اللي احنا عاملينها زي فعلا حباية العدس بالظبط. انا هنا مليت الورقة كلها. تمام. زي ما قلنا انت لو ما عندكيش ورقة زبدة تقدري تفردي اي كيس، هتقضي نفس الغرض معاكي. طبعا احنا في الشتاء. هينشف بسرعة، يعني ممكن اقل من دقيقتين تلاتة، قولي 5 دقايق. مش هنحتاج اللي احنا نحطها في التلاجة. لكن لو احنا بنعملها في الصيف هنحطها في التلاجة حوالي 5 دقايق، هنلاقيها نشفت معانا. شايفين بيطلع بمنتهى السهولة. اهي بقت حبيبات شوكولاتة او شوكولاتة شيبس عندنا. نقدر نستغنى عن الشوكولاتة الفرماسيل. ونزين بيها اي حاجة. نزين بيها مثلا مثلا زي البيتي فور، اللانكشاير، الصابليه. ممكن كمان نزين منه تورت وجاتوهات. الشوية دول بره يتباعوا بره غالي جدا، انت عاملاهم اقل من النص تقريبا كمان في السعر. يعني الربع كيلو دوت ما يكلفكيش 10 جنيه. بره ممكن تجيبيه باكتر من 25 جنيه. نحتفظ بيها بقى في اي برطمان يكون محكم الغلق. هنحتفظ بيه في اي برطمان زي ما قلنا يكون نضيف ونشف تماما، ما فيهوش اي ميه خالص. هنحطه في التلاجة. طبعا لازم البرطمان يكون جيد الغلق عشان الشوكولاتة عندنا بتكرف. اي نوع شوكولاتة عندنا بيكرف روايح التلاجة، فلازم نغطيه كويس جدا. هنستخدمه بقى في التزيين للبيتي فور واللانكشاير والسابليه، وممكن للتورت والحلويات كمان. يعني احنا هنعمله في البيتي فور مكان الفرماسيل. صدقوني في التزيين هيبقى شيك جدا، وهيبقى حاجة جديدة، وهيبقى روعة بجد. وناس كتير هتقولك انتي جايبة الحاجة دي جايباها منين، ولا كمان افخم المحلات ولا اروع يعني. يا رب الطريقة البسيطة بتاعت الشوكليت شيبس دي تكون عجبتكم. يا ريت نعمل سبسكرايب للقناة. اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفنا وينورنا باشتراك. يا ريت كمان اسمع ارائكم في الوصفات اللي احنا عاملينها بتاعت العيد. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم دايما يا رب على خير. باي باي.